اللبناني بشكل عام بحب مصر، واذا عنده فرصه وعنده امكانيه ماديه وقادر انه يسافر اكيد رح يسافر لوحده، يشوف الاهرامات، يشوف يروح على الخليلي، يعيش التجربه. كلنا بنعرف يعني كل اللبنانيين بيعرفوا اذا اجوا على مصر شو رح يعملوا، منهم محتاجين يجوا يتعرفوا على البلد. يعني انا بسافر كتير بس يخلص الشغل، مثلا اذا الليلي بيخلص الشغل الساعه 12 وفي طياره الساعه 2 بحجز عليها. بالقاهره قبل اليومين من الحدث، مثل هلا انا جيت على الجونه، قبل بيومين من الجونه قعدت بالقاهره، قعدت يومين بالقاهره، رجعت جيت، وبعد ما بدي فل كمان بمدد يومين زياده، بقعد يومين قبل ما فل. بتعرفي انا بالليل بالقاهره عندي استمتاع اني اخذ تاكسي واقول له حط لي نجاة او ام كلثوم ولف فيني حول النيل كل الليل لحتى اغفى. الله يرحم الصبوحه مره قالت لي ما كنت مسافر على مصر قبل، قالت لي اي بلد بتحب تروح تزوره؟ قلت لها بحب زور مصر كتير. قالت لي خبرني عن مصر. قلت لها بشعر انه اول ما تغط الطياره بمصر رح دغري اسمع بالمطار اغنيه احلى اسمي في الوجود لنجاح سلام. قلت لها وانا خارج كده حسمع احلف بترابها، احلف باسمها وبترابها. وطبعا في المطار حيكون في تمثال كبير لأم كلثوم وتمثال لعبد الوهاب. قالت لي اوكي ايه كمان؟ قلت لها حخرج من المطار، حروح حديقة الاسماك، حروح جاردن سيتي، حروح شارع محمد علي وشارع عماد الدين وكده. قالت لي يا حبيبي كان لازم تيجي قبل 40 سنة. قالت لي قبل 40 سنة كان في الحاجات دي كتير يعني. قالت لي هلا تغير الزمن يعني، انه لا شارع محمد علي ولا شارع عماد الدين ولا حديقة الاسماك كلهم بطلوا مثل ما كانوا يعني. اللبناني بشكل عام بحب مصر، واذا عنده فرصة وعنده امكانية مادية وقادر انه يسافر اكيد رح يسافر لوحده، يشوف الاهرامات، يشوف يروح على الخليلي، يعيش التجربة. كلنا بنعرف يعني كل اللبنانيين بيعرفوا اذا اجوا على مصر شو رح يعملوا، منهم محتاجين يجوا يتعرفوا على البلد، يعني هم عارفين البلد من غير ما يزوروها.